هذا البرنامج برعاية فاير بول، أكبر كمية طاقة في العراق. حليب المدهش الأصلي بحلته الجديدة ونفس الطعم الرائع، ومن المزارع الخضراء الطبيعية. المدهش، حليب الأجيال. هذا البرنامج برعاية شركة نكتاليا الفرنسية لحليب الأطفال. هذا البرنامج برعاية شقق جنجان لايف في أربيل. ها مريم حبيبي، يخابرني ومن صوت مبين ضايج ودور مشكلة. لا راح سايرة اليوم، شي أقول له حاضر. يلا روح هسه شوية ويوصل. باي حبيبي. هلا حبيبي. شو وقت تقول لي ليش بيك اثنين؟ ايش بيك؟ ما بيش. ماشي. مرة واحدة ايش بيك تقولي لي؟ اي طبعا ملتهي بالتليفون، اي طبعا قلبي عادي. لا بالي قلبي ماكو مشكلة. ممكن تحكي لي ايش فيك؟ من شنو ضايج؟ اللي من مطي لايك؟ هو بقى واحد بالعراق اقدر انطي لايك؟ اصدقاء الجامعة بلوك، قرايبي بلوك، الفنانين العراقيين بلوك، المشاهير بلوك، واخويا لما عايش وياي بالبيت واستحي منهم كان طيته بلوك. شنو مطي لايك لاحمد السقا؟ الحصان مالته احسن مني؟ لو لين جيت بالشط. لا الموضوع مو هيك. لا شنو؟ عجبتك الشامة مالته؟ ترى اقدر اسوي 7 شامات، هم للحسد وهم صار شبه. هو اكو كلب 7 شامات؟ واكو عذاء 43. راح اشيل اللايك. شي فيك بعد؟ شافه السقا. زين الغي حسابي. ايه حتى تقولون علي متعصب ومقيدني وما مطيني حريتي. انا اصلا كره السوشيال ميديا، وهي كلمه ما تصير اثنين، ارد الغي حسابي. يعني شنو تكسرين كلمتي؟ خب قل لي اموت. استاذ اعتقد هاي مالتي. اسكت من العالم. طبعا اسكت لين حرجتك ولميت عليك العالم وخجلتك. هسه تلغين الانستغرام، مو كل مره تقولين الغيه وما تلغيه، هسه تلغيه قدام. اي هسه الغي. خلي قلبي قبل تلغيه. لا ايدك متمتة على تليفوني، انت مو تريد الغي راح الغي. يلا الغي. بس عندي فكره، شنو رايك نبقيه وانت تديره؟ اي ونكتب بالبروفايل لقد تم تغيير الاداره، انتظروا حسابنا بحلته الجديده، واول يوم اللايكات مجانيه، اي واحد ينزل نعطيه لايك، وهو مطعم. هسه يا حبيبي يا عمري، انت مشكلتك مو بالحساب، ممكن تحكي لي ليش ضايج؟ يدور حجه غير؟ ادور شركز صيفي ما طول الشتاء جاينا. وفي العالم احكي وياي يا حبيبي. اليوم دقيت عليك الظهر. اي دقيت عليك الظهر. اي وما لقيت انتظار. هذا شيء زين. لا هاي كارثه حبيبتي، معقده ما تحكي ويا احد. يعني ما حد دق علي، ايش اسوي؟ رجاء بلا تبرير، وين اول ما عرفتك ب9 بالليل يلا اقدر احصلك. طبعا كانوا عندي اصدقاء وكانوا عندي صديقات كلهم طفروا من وراك. يعني قصدك انا بالمشاكل؟ زين اطلب شيء. اي عندي هواي طلبات وهواي شروط لازم تعرفيها. اطلب شيء ناكل. تعلين صوتك عليه. اطلب شيء ناكل. تنصين صوتك عليه. باوع، انت من تريد المشكله تسويها وانا ما معلي صوتي. انا اسوي مشاكل؟ ما صارنا 3 ايام صافين واي مشكله ماكو بيناتنا؟ طبعا، لان صار لك 3 ايام باربيل، اول ما رجعت سويت مشكله. رجاء انا اشتكافي، انا اصلا تعيس وما عندي اي سعاده. مو انا اعرفك، انا من شفتك منزل هذا الستوري عرفت تدور مشكله. بس خلي ولا حرف. بس شلون هالستره تخبل؟ ها تخبل؟ انت المو سعيد، انا المو سعيده، انا اصلا ما اقدر اركز بعلاقتنا. بعد بالغ. قولي فكرت بالانتحار. زين قبل السفره باسبوع مو كانت ماكو اي مشكله بيناتنا؟ طبعا ماكو مشكله، لان كنت بالفاتحه مال خالي 3 ايام ورجعت ب7. رجعت ب7؟ انت مو قلتي لي ب8؟ جاي تخونيني عاشتي؟ بس افتهمني. ويا من جاي تخونيني عاشتي؟ بس افتهمني، رجعت ب7 يعني باليوم ال7 مال الفاتحه، والفيسبوك يمك تقرا تشيكه، اذا ما تشوف اطلع منه. خب قل لي لفوت. هاي قويه. غير انا ما احكي. هاي قديمه. زين حبيبي اشرب شي بارد، ابتسم، هدي اعصابك. خلي راسك بين يدي، عاشت السهر، لا تغيرين الموضوع. يا موضوع تذكرت ليش من ادز رساله على الواتساب ما يطلع لي صح انزرق، انا ما يطلع لي صح، يعني كلامه مو صح، يعني ما تحترميني عاشتي. لا حبيبي احنا متفقين، انا قلت لك راح اشيل اخر ظهور حتى من احكي وياك واكون اونلاين، ما اضطر اجاوب كل اللي مراسليني. ماشي نجوى كرم. تتذكرين قبل 6 اشهر؟ ولك يا 6 اشهر، انا البارحه تعشيت ما اتذكر. احسن. تعاركنا، نمت قعدت لقيت 20 رساله محذوفه، ايش كاتبه عاشتي؟ انا زباله عاشتي؟ انا مو محترم؟
انا طايح حظ، انا مأذيك وما احبك، اذا هيك ماكو داعي نستمر عاشتي. شكرا. لا لهنا وتسكت. لا تعلين صوتك علي. اعليه. مو راح ازعل. ازعل. واغلق تليفوني. اغلقه. واطلع اسهر ويا اصدقائي. اسهر. واكو بناتي هناك. روح. وانا شيطاني قوي. عادي. شوفي متغيره، وين قبل اذا اعطيك صوره يمثل لا تغارين. كافي. ايش بيك؟ انا اصلا تعبت نفسيتي وبعد ما اتحملك، وش تريد تسوي سوي؟ وين رايحه؟ الو، زعلت، احجز، رتب سفرة لبيروت بدون توقف. شبيك دخلها وياك ايش قد حقير. خب قل لي موت. شلونك علاوي؟ هلا علاوي، شلونك؟ بالعافيه العصير. حبيبي. حبيب ابو مخلد. اقول لك هذا ابو مصطفى يمكن يشاقه. ليش؟ قال لي انت عليك عقوبه، قلت له اكيد متوهم. علاوي انت صار عليك عقوبه. مو اقول. ظل يتضايق، انا قلت له اكيد على اوس، لان اوس كان مسافر وعاي في البرنامج. لا بينما انت بطل. انا دا اطلع بالشارع واحضن بالناس وابوس. تحضن بالناس وتبوس. يحبوني الناس تحبني. وتسلم عليهم بيدك. يموتون علي. اليوم جانا طفل ركض علي شبقني باستي. وكمامه ماكو. لا ماكو. ولا تباعد اجتماعي ولا اجراءات. لا يا تباعد اجتماعي. والتعليقات يسبوني لي انا عادي. انت لك علاقه ويا كل موضوع. ولا وبتويتر وبفيسبوك ويا لي طب لي استاذ على البرنامج الله كلش حلو، بس ايش على ابراهيم ملابس كمامه مو؟ استاذ يعني غير علم، انا بدون كمامه وجه ما يعرفوا الدور كمامه. ابني هذا مو بكيفك، هاي قواعد التباعد الاجتماعي والحفاظ على النفس وتحافظ على الاخرين. عموما ما عاقبتك. يعني هسه انا عديت العراق؟ لا حبيبي لا، انا ما عاقبتك. اولا غصب ما عليك راح تلبس كمامه بالاستطلاعات الجايه، وثانيا انا كافتك. مستحيل صدق كافتني. والله قل لي شلون. اقول يعني كنت شاك اكيد صفنت انا قلت معقوله. قل لي شلون كافتك. شلون كافتني؟ ضاوع. كل الناس راح تاخر عليهم الراتب الا انت ولا واحد راح تستلم. مو اقول انت مو تحبني؟ اموت منك. وتثق بي غير؟ ابدا. وتريدني بالبرنامج؟ يعني مجبور عليك. مو اقول. شوفي تفصيله ان انت راح تستلم الراتب بيها بس شرط واحد، انه انت راح تستلم على طريقه الحكومه العراقيه. يعني شلون على طريقه الحكومه العراقيه؟ انت ما سمعت الحكومه شلون سلموا راتب؟ راح تعطيني اسمنت؟ لا احنا البرنامج شنو مشهورين انطيك يعني. لا الكاميرات ما بيها لا ومن ينطيك كاميرات؟ انت من تكون حتى اصرف عليك كاميرا؟ لا انا هلا بدي اصور كاميرا موبايل انت شخصيا يعني. لا انا راح انطيك. احنا بشنو نشتهر بالبرنامج؟ راح انطيك. شنو راح تنطيني؟ حبيبي احنا برنامج كوميدي، راح اصرف لك راتبك نكت. لا تشاق. لا ابو مخلد انت الغالي حبيبي. ومن نروح لابو المخضر اعطيني كتين اعطيني كيلو طماطه. لا اقول له النكته من علي فاضل، راح نعطيك كيلو وين طماطه اصلا. يرجعنا براسي قصدك غير؟ لا واصلا حسبت لك النكات بسعر قايلين انت. انا غريب ما احسب له ايش السعر. اخذ واحده هاي ب 25,000 تخبل. واحده رجلها مات ومحطوط على التابوت وهي تمشي ورا. هاي النكته كتبها كوينتين تارانتينو تخيل، لان كلها عنف ودم وهذه. فمو هي تمشي ورا تضحك ما تبكي. ليش؟ قالوا له ليش تضحكين؟ قول لي ليش؟ احكي براحتك، انا كنتك بفلوسك قول ليش، قول لي ماذا براحتك. قول ليش؟ قالت لهم ماي اول مره ادري بي وين رايح. اضحك ب 25 لك. مبين نفسيتك ما مرتاحه، عبالك النكات مستعمله ومو زينه. هاي اخذ الثانيه عندي وحده هاي قصيره شو سريعه هذه. ب 25 حسبتها؟ اي هاي ب 20 لان سريعه. يقول لك في يوم واحد نام متاخر لقى الحلم بادي. تفضل. والله اللي قدام لقيتها ب5 هاي. حبيبي روح استلم باقي النكت من اموري واوس واثير. خليتك نكاتك يمهم، انا ما عندي وقت. يلا روح. ربي يعطيك على قد نيتك. لك تدعي علي؟ لا جاي اقول ربي يعطيك على قد نيتك. ليش تمدين نيتي وسخه؟ ادري. ادعي لي زين يلا. الله لا يعطيك على قد نيتك. عافيه بارك الله بك. يلا روح استلم راتب. يلا. شلون فرحان؟ شنو هالفرح هذا؟ يا اخي فرحته فاجأتني بالراتب.
معقوله؟ كان شو يصير بي؟ ابو الهيل مستحيل. ابو الهيل معقول. هلو حمودي. ابو الهيل شلونك؟ انا بخير، انت شلونك؟ الحمد لله. اقول لك هاي شنو؟ شو انت تدهز وانا داهز شكو؟ ليش ما سمعت؟ لا والله شكو. لك الحكومة العراقية حاطة مادة بالمي تخليك ترقص وتضحك على اي خبر. يعني حتى لو الخبر مو زين؟ طبعا. زين اقول لك انت اذا دريت هيك ليش شربت مني؟ مو انا شربت يا الله دريت. شيل يلا يلا. زين ابو الهيل بالنسبه للخمس ورقات اللي اطلبك اياهن شو اخبارهن؟ والله ما عندي اعطيك. ما عندك؟ شيل هلا هلا بس لا تخاف، بس استلم راتب اعطيك. ليش تظهر ما دريت الحكومه ما راح تعطي راتب هذا الشهر؟ يعني راح نموت من الجوع. شيل هلا. بس اقول لك اذا ما استلمت راتب هذا الشهر شو يصير بيك؟ غير اموت. منين؟ من الضحك. شيل. بس تدري الشهر الجاي اذا ما استلمت راتب معناها ما راح تسددني؟ اي طبعا. منين اسددك؟ ما عندي. يعني انا ما راح اموت. منين؟ من الضحك. شيل. بس الحمد لله الحكومه لقت حل. شنو؟ يقول لك على اساس وزاره الصناعه بدال الراتب راح تعطي اسمنت. يعني الموظف اذا اراد يسوي سلفه يطلب الشهر كيس اسمنت ومن يطلع اسمه يستلم حائط كامل. معناها وزاره الزراعه توزع رقي، ووزاره الشباب والرياضه توزع دراسات، ووزاره التربيه توزع قرطاسيه، ووزاره العدل توزع مساجين، ووزاره الماليه اقول لك صدق وزاره الماليه شو توزع؟ لك حبيبي وزاره الماليه لو عدها كانت طت الوزاره. تشيل عاد عمي. اخي والله العالم دايخه من هاي الوضعيه. الله يساعدهم والله. شباب الاطفاء وين صاير؟ ليش خير شكو؟ مو بيتنا دا يحترق. بيتكم دا يحترق؟ ايه. شيل عمي شيل. ليش وين بيتكم انت؟ مو هذا الحريق اللي بصفه. ليش الحريق اللي بصفه مالت من؟ بيت عمي. شيل عمي شيل. حبيبي الاطفائيه منا علي يسرى. ممنون. دلل قلبك دلل. والله خطيه ذول العالم. بس مو مثل ذولا. سكين سكين وسكين سكين 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 وهلا 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 شعر شعر شيء يا بشيء. هلا اقول انا اليوم متخبل على اي شيء اضحك. لك انت ما تدري لك الحكومه العراقيه حطت ماده بالمي تخليك ترقص وتضحك على اي شغله. يعني حتى غيري ينسون ضايمهم. دلاي اعذروني شباب كنت بنطيكم ظهري بدون زحمه من الصوت مال الحادث. والله بصراحة أنا كنت ما منتبه ودعمته. لا حبيبي أنا الغلطان كلش آسف. وداعت وظيفتي اللي بطلوني منها وجابوا قرايب المدير أنا أصلح لك. وداعت شهادتي ما فادتني وهسه اشتغل سايق بهاي السايبة أنا أصلح لك. وداعت ديني النايم ببطن صاحبي انت تصلح له. وداعت راتب النايم ببطن الحكومة انت تصلح له. وداعت حياتي اللي تفلشت أنا أصلح لك. وداعت بيتنا التجاوز اللي راح يشيلونا منه أنا أصلح لك. وداعت الشهادات النايمة بمصر العمال اللي ما لاقي تعيين انت تصلح له. وداعت هذا اليوم اللي كان واحد يصعد عبرية انت تصلح له. ليش اليوم شنو؟ 10/10/2020 بياع لا شيل شيل. دلاي هي واقفين بالشارع وتتمرقصون صدق كذب ما تستحون. زين هذا الحادث منو سواه؟ الشباب. يعني انت سيارتك متفلشه واقف تتمرقص بالشارع؟ يقول لي سيارتك تفلشت، انا مستقبلي كله تفلش. وانت الثاني واقف تتمرقص وسيارتك راحت؟ حجي أنا درست وتعبي كله راح. سيارة شنو؟ اخويا احنا ما يحتاج مخطط مو؟ يعني حبايب. يعني سكين بتشيل سكين. بالعين زين مستقر. لاحظت الظاهر بعده ما شارب مي. يمكن. هسه هذول ما ادري شاربين ويتمرقصون، انتوا ايش بيكم؟ حجي انا عندي هموم اكثر من عندهم. عم انا عندي هموم اكثر منك ومنهم. يابا انا امنيتي تصير عندي غرفه واستقل بيها. انا امنيتي عندي تصير 30 متر واسس مستقبلي بيها. انا امنيتي تصير عندي سياره واقدر اقفلها من بعيد. انا امنيتي اقول لك جمعت حسابكم واصل بالقهوه. انا امنيتي يجيني واحد ويقول لي دايني واقول له دلل. لكم بس يبسون ريق يعطوني شويه مي. عوف المي حجي. ما يفيدك حجي ما يفيدك. يابا ما طلبت منكر هو مي. خلي نشوف من الديك. ها حجيه هم ابو الايجار وراها راح تقولي لي النت وراها تسدين التليفون وترجعين تخابريني مره ثانيه تقولي لي ابو المولد قطع علينا الكهرباء
وراها اروح للصيدليه اجيب لنا دواء مال مفاصل. ترى والله مليت من اهل العيشه راح انتحر. لا حجي اعصابك اعصابك، الطين ما هي معود. خذ حجي خذ، بس لا تشرب هوايه. حجيه شلون اذا حسيت مرتاح حجيه؟ لا الامور كلش تمام. ضاعي حضرة الثلاجه خلي نبيعها ونسد فلوس علينا. يعني راح تبيع غراض البيت؟ يا شهيد رضبة حجي رضبة. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم ابعد عنها الأوغاد، فلقد تكالبت عليها الأحقاد، ولم يسلم لا حي ولا جماد. اللهم الأمر أمرك، فاشملنا في سترك، فليس لدينا سوى شكرك. إلهي قد بان للحجارة صريخ، وسمعوا نداءنا سكان المريخ. اللهم احفظ ولاية بطيخ يا رب. بدأت الحلقة الخامسة. أبا تيم، أكو بيت للمتنبي قدامه صحراء، ماذا يحضرني؟ انت ليش روح بعيد؟ اكو بيت قدامه هوسه. يا شاعر. لا بيتك قدامه هوسه، هذول منو؟ ايش رايدين؟ ايش عندهم هنا؟ ايش مدريني؟ إذا أنا بيتي صاير تيك توك، تعال خلينا نشوف. ما لي علاقة، أنتوا نصابة. على كيفك يا السلام عليكم. مو عليكم السلام، ما لك علاقته. اسمعيني روبي، أنت اتفقت وياي تسوي لي أكثر من ستوري. أبا تيم، بصفتك مدرس رياضيات وتسد الشاغر مال الإنجليزي، ستوري مو معناها قصة؟ اي صح. يعني معقولة هذا الرجل يريد من بنتي إعراب أكثر من قصة؟ اسكت أنت. وأنت شيرين. دقيقة، منو شيرين؟ هذه شيرين. حبيبي مو اني بالانستغرام اسمي شيرين. شيرين؟ قرح تاني؟ هو قلبي لسه طاب من الأولاني. الله. شوف عيني زعتر. اسمك زعتر؟ لا غلط، اسمي زعتوشي وحموشي وفتوشي. كل اللي اتفقنا عليه صار، اظن ما قصرنا وياك. لا قصرتوا وكل شيء ما صار. انا شكو مدوخ روحي، انت مو الموديل مالتهم؟ أبا تيم، باعتبارك مدرس رياضيات واحيانا السد الشاغر مال درس الفنيه، موديل مو معناها موديل؟ صح. لكان موديل يا كسرا فتحي وضميني. حبيبي اني دافع $200 ولد حقي. افرح ابو عراب افرح، بنتك جايبه $200. افرح بابا افرح، محصله $200 وجايبه 95,000 بدون تمويل. قرة عيني، وانت ياهل يجي ينطيك $200 وتكيفينه. اصلا البارحه اشتغلت 7 اعلانات واقل اعلان جبت بيه 95. اقل شيء جبتي 95؟ هاي نتائج السادس مال هالسنه مو اعلانات. اوقف، انت قاعد تهوس وتحاسبهم. بالله بشرفك راضي على اعلان البيتزا اللي سويته قبل 4 ايام؟ دقيقه زعتر، ما اسمح لك. زعتوشي حموشي فتوشي. عيوني زعتوشي. ابو عراب اهم مدرس عربي بالمنطقه، خافت انت تحكي عن غير واحد. لا حبيبي كل زين اعرفه. انت كلت 5 بيتزات وقلت عليهن كلش طيباتهم. يعني البيتزا مال ذاك اليوم اعلان؟ يا حبيبي يا كسرا فتحي وضميني. راح نظل احنا بالكسره والضمه والفتحه؟ حبيبي القولي حل. انا محلي دا يخسر، الاكل اجيبه منا يروح منا، اطبخ منا يضيع منا. يمين يسار يسار يمين. ها حبيبي، عرفت وين دا يروح المطعم؟ عرفت راس مالك كله ببطن زعتوشي وفتوشي. ما اسمح لك، انا زعتوشي، هذا حموشي، هذا فتوشي. ما هو لك؟ انا لك؟ دقيقه على الاقل سلم. انت اسكت لا اعتل قميصك. اطلبت وياك انت اعطيك نص درزه بجايم تشلب بالبجامه البيجي. ليش؟ شيرين،
هاي البجاي مهم اعلان. اي حبيبي. وكتير بنعلن ولا بنقول، كتير بنعلن ولا بنقول، وما فيش بجامة بتلبس الا ولطم على الخلفني. ليش بابا ليش يا كسران فتحي وضميني؟ اعلان ونص، اعطيتكم نص درزن او 6 الوان. يعني انت من تصوريني بغرفتي واني لابس البجامه البيجي واسوي حركات هيفاء وهبي ما تسويها؟ يعني مو لين تحبين ودني الشاقه بالغرفه، لا ده تسوين اعلانات وتقبضين فلوس براسي. يشكوا بيها يا عيني، ما دام هاي الحركات هي اللي تجيب المشاهدات. شلون بالله؟ مو حبيبي من راح يشوفوك الجهال حيقولون هذا الخبل ايش بيه؟ امانه مو بس الجهال، حتى الكبار يقولون عليه خبل. وانا اقول الجدول اللي يعلقون كلهم طلابي، واني يا طالب رسمه يقول لي بعد ما اعلق لك. وذاك اليوم فتت على السبوره ايش مكتوب البيت مال المتنبي: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك البجامة وأنت الخصم والخبل. لكم أنا خبل والله لك السروسكم ورؤوسهم. أبو بجامة أقصد أبو عراب، على كيفك ويا نفسك. لك كان أبو عراب تسوين أبو بجامة يا كسرا فتح وضميني. أخي أنا مالي علاقة، حل مشاكلك بعدين. أنا اعطيت فلوس مال 5 إعلانات، بس البجامة اللي بيجي انباعت والدرزن كله نايم على قلبي. والحل شنو؟ حبيبي تلبس كل الألوان وتسوي كل الحركات. حبيبي الحركات اللي أعرفها هي الضمة، الكسرة، الفتحة، بأسوأ الأحوال السكون. أما الحركات اللي أنت تقصدهن هذني أسويهن ببيتي بغرفة نومي. أنا أسراري ما تطلع هيك. إيش سويتن بالرجال؟ دقتشن خوات كانوا ما يدقنها. حبيبي ما لي علاقة، انطيتك 7 بيتزات اكلت 5، انا ما لي علاقة، تاكل 7. حبيبي انا ليفربول حتى اكل 7. هذا مدى يقبل ياكل قنعي. هسه حبيبي هسه انت مو برشلوني واكلت 8 وما صار شيء، اكل 7 عادي ما صار شيء. زين بيناتكم اعتبروني مانشستر وخلى اكل 6. انا ما لي علاقة، انا اريدك تاكل 7 حتى الجمهور عباله هاي البيتزا خفيفة على المعدة ويشتري من عندي. ابو عراب بلكي تحكي وياهم يسوي لي تيست للاعلان، بلكي تحصل 50 60 دولار. هلو طمع بالاعلان معتصم النهار. هلو ابا تيم انت مو من نجومية بابا حبيبي. مبين من البيتزا. اخاف ما تدري كان اكو معجون اسنان ما حد يشتري نايم بالسوق. بابا حبيبي بس سوى الاعلان ما بقت ولا قطعه ما شاء الله. والصابون اللي اصلا انفقد من السوق، والشامبو والتخم والبرده والفرشه والبنكه والمخده والحمره. اصلا انا مو ابو عراب، انا همسه ماجد. حبيبي ابو عراب اصلا الشغل مو عيب. اخي شنو الشغل مو عيب؟ افرج اعلان، اسبح اعلان، انام اعلان، امشط اعلان، يمكن بس صلاتي لله بالله. بس للامانه السجاده ام البوصله اعلان. يا كسرا فتحي وضميني. ما شاء الله الولد متواضع. استاذ امير، استاذ امير قلبي. الله حبيبي. مثل ما تعرف استاذ علي فاضل الله يحفظه ويديمه خيم علينا، قرارات بيصير نكات. اي ادرك اللول. فقال لي لم من الولد، عندك شيء تعطيني اياه؟ اي سجل. يعني عندي؟ اي يا الله يا الله. اول وحده خوف قل لي موت. تحسبها نكته عليه؟ شنو؟ لا يحلى من انك مكسر اليوتيوب. استطلاعاته من كسر الدنيا يعني. لا تبالغ، ارجع على اليوتيوب وشوف الفرق بين مالاتك الاستطلاعات ومشاهدي. ما شاء الله متواضع الولد. بيش تحسب لي اياها؟ ب50. 50,000؟ هاي من جانبك. خوف قل لي موت. اعطيني النكته الثانيه. والله صحيح. اعرف والله صحيح. شنو؟ لا هي الثانيه والله صحيح. يعني هم نكته؟ ايوه مكسر اليوتيوب لو هم عندك مشكله بيها. متواضع الولد، متواضع حيل متواضع. الله يحفظ علي فاضل ويديمه خيمه علينا. حبيبي. بيش تحسب لي اياها؟ مثل اخذتها ب50. 50 ب50 100، انت بتقط 100 وما زلت. يعني معترف؟ لا هاي ثالثه وما زلت. لا امور هيك يعني صار قط رسمي. ليش؟ هاي ما زلت انت مسويها بس بمشهد واحد، يعني احسب لي اياها ب25. احسب لك اياها ب25؟ اي خوف قل لي موت. متواضع الولد متواضع. اعطيني الرابعه. يا كسرا فتحي وضميني. لا هاي مال غسان بشرفك. لا مو متفقين انا وغسان. يلا حبيبي سجلها والله يوفقك. يلا باي باي. خذني وياك بشرفك. تعال ما عندي سياره بنشر. تعال اموري خذني وياك بطريقك.
الشهر اللي فات اختفى اهم عنصر بحياة العراقيين. الله يساعدكم. ايه شوكم وين الراتب؟ عين الحكومة وين ودت الراتب؟ يا الحكومة؟ والله انا حالي حالك حجيه، هم اسال وين الراتب؟ بس احنا خلنا نتمزعط ونظل نسال، والبرنامج عندنا سكتشات وتقديمات وحكي هوايه، نعوفه كله نظل نسال وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين هو شنو الراتب؟ شنو الراتب؟ تبلعونه؟ الراتب وين؟ وين الراتب؟ اوكي، ما افتهمتوني، اغير صيغه السؤال. اين الراتب؟ اين ذهب الراتب؟ ماذا حل بالراتب؟ الراتب اين؟ الراتب ماذا حل به؟ هسه ليش تخلونا نتمزعط؟ سأنا اخلاقي عاليه، يعني على مود هذا الموضوع مثلا ادق لكم دنبق لو اسوي زفه مستحيل. للسائلين عنا ماكو حجيه، للسائلين عنا ماكو حجيه، هالحجيه تسال وين هالراتب؟ على تاخير وضعي ابد ما حاسب. نزوج صرخ يا له العازب، نزوج صرخ يا له العازب، ما يصرف ابد تكفي 500 تسالين عنه. اكو حجيه للسائلين عنه، اكو حجيه للسائلين عنه. انا اقول له لا انت ما تقول، اني اقول لين اني اخوكم الكبير. لا شعبالك شو شي؟ لا عاد ما تحكي، صار لك ساعه واحد يقع بعيون الله محابس هو. فوفو يلا احكي، قول لهم نريد نقسم البيت. شنو هاي شو شي؟ مو قلت ليش لا تعلميني انا اعرف احكي؟ سمعي ريهام، انا قررت بدون ما ياثر علي احد انه يتقسم البيت. لا انت مو بكيفك تقرر، كل شيء بالاتفاق، نبيع وكل من ياخذ حصته. لا ما نبيع، نقسم. لا نبيع. قول له لا. لا لا تخافي. لا لا نبيع. لا شو نقسم؟ لا لا نبيع. لا ولا نبيع. نبيع. لا نقسم. لا نبيع. لا نبيع. بيت تقسم. لا لا نبيع. لا انا اخرج. نبيع. انا سأدفع. نبيع. هاي يما ها مو كيفك. شكو الشيطان دخل بيناتكم؟ شوف دبور من الاخير، شو تقول؟ انا اقول البيت ما ينباع يتقسم. لا مو بكيفك، ينباع. يما شنو اللي يتقسم؟ شنو اللي ينباع؟ فهموني. شباب هسه على شنو تتعاركون؟ اشو هي الحجيه ميته ميته، يعني الله يطول بعمرها. اي بالله، وانت رجلك ايش قال؟ رجلي؟ اصلا قال مالي علاقه، هذا موضوع عائلي ما اتدخل بيه. بس هو اقتراح قال نشوف البيت كم متر ونشوف المتر بالمنطقه بيش ينباع، وراح يشوف لنا دلال ويبيعه. بس هو ما عليه. لا ما عليه. يما بدي احكي لكم. مو انا هذا اللي بدي احكي بيه، بس اخوك الكبير ما مقتنع. فوفو قول له كافي تلح. شو شي قلت ليش لا تعلميني، ترى انا اعرف شنو احكي. دبور كافي تلح. وليداتي بس هسه اني اريد افتهم، انت ليش تريد تبيع وانت ليش تريد تقسم؟ فوفو قول لهم احنا نريد نقسم لان شوشي تريد تفتح صالون لان البيت موقع تجاري وحلو. اوف يا شوشي اوف، مليون مره قلت لك انا ما اخذ حكايتي من مره. ريهام شوشي تريد تقسم البيت حتى تفتح صالون لان البيت موقع تجاري وحلو. يما على يا بيد تحكون، انا شو دا وانت ليش تريد تبيع؟ اريد اطلع من هاي المنطقه الفقر، فقرتني. يما ليش هاي منطقتنا ايش فيها؟ شوفوا اكو اقتراح بس اني ما اريد اقوله. تقول لنا رجلك شو اقترح؟ رجلي؟ ما عليه، اصلا قال هذا موضوع عائلي يعني ما اتدخل بيه. بس هو اقتراح وما راح تفتهمون هذا الاقتراح اذا ما هو زين الخرايط. قال اذا قسمنا البيت راح نتاذى وما راح نستفاد، فاحسن لنا خلينا نبيعه. يعني هو جايب خرايط ومقسم ومقرر يبيع، هو ما عليه؟ ما عليه؟ لا هذا الحكي ما يصير، انا ما ابيع. لا ينباع البيت. حبيبي لا نسوي الصالون. يا حبيبتي ما نسوي قسم اكريليك. البيع احسن. اقول لك ما نبيع. كل واحد ما ردنا الطلايب بس تجي قوة.
يمه انت بس يما انت فكرة سابقا وفوفو حاليا. يما انت ليش تحولت ببغاش تقول لك الصقيعة ترد وراها؟ اما انا ما قلت. انت ما تقولين يما، انت تلدغين تذبين صفارات تبدلين جلد. بوم دي بالك تقولها في منتصف جبهة. نططول مامي. حجيه ترى انا عندي مشاكل. انت عندك مشاكل؟ دخل صير عندك شخصية بالاول. لا حجيه لا عندي شخصيه. انت عندك شخصية؟ انت مالك علاقة بالشخصية، اصلا علاقتك بالشخصية ادري مثل علاقة الصقيعة بالجمال. لا يما انت حلوة، قصدي مثل علاقة الصقيعة بالطيبة، ماكو اي ربط بيناتهن يما. بوم في منتصف الجبهة. ليش يما دبور ليش؟ وانا ربيتك وتعبت عليك، تريد تقسم البيت وتطردني؟ لو مهتم بي مثل ما تهتم بكفشتك كان ضمنت الجنة يما. في منتصف الجبهة. يوم اني اقترحت. يما انت اندرلاينج. شنو اندرلاينج يوم؟ يعني تابعة ذليلة لرجلك. معليه. عندي لك بعض الاسئلة. هل رجلك يلبس نظارة ويسوي هاي الحركة؟ ايش ما اعرفه. هل رجلك يلبس قميص ابيض ورباط اسود وسترة سوداء؟ ايه. هل رجلك يسمع هاي الموسيقى؟ ايه. يما رجلك متاثر بالبروفيسور بمسلسل لكاسة، يريد يخطط وتجي الفلوس على الحاضر، بس قولي له الحجية تقول خليه يولن، كل اللي مطقطقتهن جواها، شفت 5 مواسم ومنتظرة السادس يا بعد هلي. فوفو هذا الحكي انا ما له علاقة بي، انا بدي افتح صالون. صالون؟ هجم بيتك يا الصقيعة، الله يرحمه لابوك، بيوم شاف التبليط ذب النعال وقام يمشي حافي عليه. يما ليش تريدون تموتوني وانا عايشة؟ على مود تقسمون البيت، هذا البيت اللي ربيتكم بيه وكبرتكم، هذا البيت اللي بريحة ابوكم الله يرحمه. يما كل شي بيعوه، بس اهم شي خوتكم لا تبيعوها. وين الفراش اللي كان مفروش؟ وين العيال اللي كانت تروش؟ اما اني اقول تجيبي بيبي مالك علاقة، احنا عائلة بيناتنا. انا متندم، يمكن انا الوحيد بالعالم ما افكر اقسم بيت ابويا. لا يمه انا الوحيد اللي بالعالم اللي ما يفكر يبيع بيت ابوه. لا يمه يمكن انا الوحيدة اللي بالعالم اللي ما مفكرة تاخذ حصتها. لا عمه يمكن انا الوحيده بالعالم اللي ما متابعه ولا بطيخ. ريلي لوك. عموما انتوا تريدون البيت؟ ايه. وتريدون حصصكم؟ ايه. لا لازم اقول لكم ايه انه البيت ذبيته بالوقف، ومن اموت بعد عمر طويل يروح سبيل للفقراء والايتام. شنو؟ anyway. استاذ يصير مثل ما عرفت، استاذ علي فاضل قرر يعطينا راتب نكات. الله يوفق هذا الرجال ويعطيه على قد نيته، ربي وفق علي فاضل ونطيه على قد نيته. هذا الرجال مو ظالم ابد، مو ظالم، منصف يا اخي والله منصف. مبين انت فرحان بالراتب مالك. كلش هواي. زين راح نعطيك نكته ب 25,000، زين تفيدك؟ بس كون مو مشقوقه. يقول لك فد يوم فيل ونمله، النمله والفيل واحد حب الاخ، صارت بيناتهم علاقه حب. جت النمله قالت للفيل لازم نحط حد لعلاقتنا وما نخلي الناس تحكي علينا، لازم تتزوجني. الفيل اخذ النمله وحطها على يده وراح لاهله، قال لهم سمعوا هذه حبيبتي ولازم اتزوجها. فابو الفيل قال امشي لك، احنا ما عندنا فيل يتزوج نمله. قال لهم لازم اتزوجها، لازم اتزوجها، لازم اتزوجها. كانت تنجاز النمله. لا نكتب يا دمه قتل، بشعه جدا، انا اكره القتل. زين ولا يهمك لا تبكي، اسمع هاي واحده غيرها. يقول لك فد يوم نمله وفيل. لا رجلي دملت انا اصلا نملت كافي نمل. اسمع هاي جديده. يقول لك فد يوم اسد ومطي بالغابه. اثير مدام نكاتك كلها على الحيوانات، لو ما عندنا بالزهره فاضيين الراتب. لحظه، جتي وحده قويه، وحده ام الورقتين بشرفك ديار لي ويا حوافز. بشرفك.
فد يوم واحد اسمه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 متواعد ويا ولد صديقه اسمه 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كان صاعد بالتاكسي فدق عليه 11 12 13 14 15 16 17 18 20. فقال له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وين صرت؟ فقال له ابو عليك 11 12 13 14 15 16 17 18 20. انا جاي بالطريق وعصب الازدحام ف 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. قال له لا تحترم نفسك انت مو صالب لي ساعتين. ف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قال له لا، قال انا بازدحام ما تصدق خابر صديقنا 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ف 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ايش قال؟ كافي انطر مع صاحبي. منو صاحبك؟ 31 32 33 34 35. الله لا يعطيك حلو فاضل، الله لا يعطيك نكاتك كلها مشققه. anyway هاي ايش قد اكو مشاكل بالعراق، باع مشاكل بالتعليم بالسكن. لا وين الراتب؟ ها؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ وين الراتب؟ ها دحشي حجيان ايش عليه حجيه؟ القصه مو يمهم بس انت محقج. انتوا تعطون راتب لو لا؟ ها؟ لو لا تخلونا نتمسعط. بس لو تنقلب الدنيا اخلاقي تبقى ثابته ومستحيل ادق دنبق او اسوي زفه. هل راتب تمرة قالوا ملامس، هل راتب تمرة قالوا ملامس، سخر هالشفيه وخلص المصروف. ايه صار احلب مصير احكي لي على المكشوف. المكشوف المكشوف قال لي يجون ضيوف، المقدر بيقول لي يجون ضيوف. مي بارد بباسه ويا خبز يا بيس. هالراتب تمرة قالوا ملامس، هالراتب تمرة. تفضلوا شباب لفاتكم موجوده. خي يحطون عنبه لفه متروسه، خي يكثرون عنبه لفه متروسه. ولي هذا بطني شكرا. لك تعبتني، صار ساعة ولا جملة مفيدة حكيت. الدراجات اللي حجزناها بالمركز وين؟ أنا منو؟ أنا وين؟ انهجم بيتي. لك صدوق مركز مال الشرطة المدير مالته كامل مفيد تضيع من عنده دراجات، لكم الدراجات وين راحت؟ والله هو مو أنا. انقلب جاهل يذوبها براسه هو. اهدأ اهدأ ماكو شيء بابا، هذا مركز مال الشرطة، أنا المدير وأنت ضابط الخفر وهذا المفوض المسؤول. احكوا لي شنو اللي صار؟ أنت مدى تشوف روحك راح الزايد؟ أنت منو؟ أنا منو؟ يعني حضرة جنابك ما تعرفني؟ أستاذ بس لحظة اهدى، أنا راح أفهمك. أفوشي تم الاعتداء عليه أثناء سرقة الدراجات وعلى أساسه فقد الذاكرة، فأنت هسه إذا تضغط عليه ترى يتوحش. أفوشي ويتوحش؟ لا أنت متوهمة، هذا منتسب مو بلبل، بعدين هو منين له ذاكرة؟ أنا أبوس إيدي وجهه وقفه إذا الذاكرة ما طلعت 2 ميجا. شوية إنسانية، الله أكبر. مدى شوف شلون ملفلف وحالته حاله، خلينا نصبر له شوية، بلكي تتذكر اسماء الناس اللي طبوا للمركز. أنت ليش ما جاي تقتنعين إنه التليفون الصرصور يخزن أسماء أكثر من حموشي؟ باو عليك، ترى وايد حملتك. قل لي أنت منو؟ لك منو لك؟ لك كان الضابط مالتك تقول لي لك؟ الضابط مالتي؟ ليش أنا شو أشتغل؟ لك بابا أنت منتسب بهاي الدائرة، جيبوا له الأمر الإداري مالته، جيبوا له كم طلقة وكلبشات يشتبه بك ترجع له الذاكرة. زين هو فاقد الذاكرة، أنت ايش بيك سولف لي؟ أنا عفتهن هنا رجعت ما لقيتهن. إي لعد فتحن باب القفص وطارن. لك بابا ادرهن بلابل طيور حب، لك ذني دراجات وبنص المركز. سيدي لعد مباقن. بس برايك إذا مركز الشرطة مباق يقيم دعوة بمركز تجميل؟ سيدي لعد خلاص يلا روح ذب نفسك بالتوقيف وانا راح ارفع بك كشف للوزاره. يلا اطلع غادر. حبيبي حموشي اهدأ شويه وركز. هن شقد؟ وحده عنبه و3 صاص. عنبه وصاص شنو؟ اني افهمك استاذ، اني افهمك. مو افوشي من ضرب على راسه نسى كل شيء، قام يتذكر بس الاشياء اللي يحبها. واضح افوشي شي يحب. يحب؟ يعني حموشي يحب؟ طبعا.
وده يحس بالضربه اللي براسه. طبعا. لا عاد مبروك، انت لازم تروح تشكر هاي الناس اللي ضربتك لان تطلع تحب وتحس. انت ليش واقف؟ تعال نخسر لك معه المقبلات. لا انا اخذ سفري واروح. ست فدوى عينك القي له حل خليه يتذكر ودفتهم شنو السالفه. استاذ بس على كيفك خلي افهمك، مو هو مصدوم ونفسيته تعبانه يحتاج عزل. بالسطح ونقص ذيله واذانه ونجوعه ونوحشه ونهده على العالم. ست من بدايه المشهد لحد الان دا تعامل على اساس هو بلبل، اشون قلب كلب. حموشي مركز الشرطه مباق، يعني هاي نكته على كارثه على مصيبه، يعني لازم تتذكر. تذكرت؟ اي انا مسوي كيتو. لك تسوي لك اليوم اموتك تموت، لك اليوم العب بك لعب. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. انا جاي على مود الباندا. انت غلطان، الباندا تعيش باليابان، واذا ما تمشي راح اذبك ورا القضبان. لا الدراجه مالتي اسمها باندا. تفضلي. جاء على الدراجه مالته، هسه اقول له شو اسوي له؟ قول حبيبي شو انزل لك؟ لا اريد الباندا مالتي. اقول لك انت ليش ما تطفي والسولف خاطر اعرف اتفاهم وياك. وين الباندا مالتي؟ اصبر خلينا نفتهم السالفه شنو، يا معوده دكتوره لقي لنا حل. افوشي حبيبي. اوه يفد ولا الله. مياو. بعد سوي له صفحه على انستغرام يقابل البزونه مال هاي فعسون احسن من عنده. بس اريد الباندا مالتي. لك بابا انا عايز منين القاها؟ منك، من حموشي، من الدكتوره، لك 3 ضربات بالراس توجع. لحظه، اكو شيء بقلبي انا ما قلته. ايش تحكي؟ انا مسوي كيتو. والباندا مالتي اريدها. ما عندك باندا هنا، يلا مشي ولي ورقبتي قامت توجعني ترى. زين ماكو مركز قريب منكم هنا انا ادور بيه؟ عرفت بيك انت تافه باوع، تطلع منه لغايه الشارع على ايدك اليمنى اكو مركز كل شيء تلقى عندهم. يعني الباندا عندهم؟ اطلع برا، مش اطلع برا، عندهم الباندا. هسه هذا حصان دراجه ما دافتهم. مياو. لك غبي، لك هاي يسووها للكلب ما يسووها للبزون. انا راح اروح والله ياخذ حقي منك. خلاص سويت بي. هذا راح. الحمد لله والشكر. هو ما يدري انا عارف الوادي ورايح اكو فاتحه هنا شلون مسوينا كل ومباقي الدراجات. لا عاد لو يدراني دكتوره بيطريه. والله اني علي هو جابني. لا انت جيت للمكان الصحيح، انت طبيبه بيطريه ودا تعالجين واحد مطي، وانت راح اشويك شوي اليوم. سيدي ليش شوي؟ لاني مسوي كيتو. اوس مثل ما تعرف علاوي سوى راتبي نكت. علاوي؟ استاذ علي. علاوي شنو؟ استاذ علي تاج لا راسنا. انا واقع في النوم. استاذ علي تاج راسنا. ايه احكي عدل. سوى راتبي نكت وقال لي روح استلم منها اوس نكت. انا عندي نكت تخبل. طبعا ضروري. عندي نكت تخرب من الضحك. ضروري. احتمال تتخربط من الضحك. اكتب. قول. مره واحد عيونه خضر جرن على الحبل. اضحك اقوى لك. اقوى. ما اقدر بطنك. بعد اقوى لازم الضحكه. والله عندك سوالف. لك مش هاي ما احترم نفسك. قول استاذ اوس. استاذ اوس العفو استاذ. اكتب النكته الثانيه. واحد اخذ توثيه وطبيها للمطعم يريد يضرب الغداء. اعلى والله العظيم مالتك هاي. طبعا مالتي. لا شنو اضحك. كان يقدر يضرب رايدي يعني مو الا توثيه. دخل بالنكته مالتي؟ لا هزلت يعني انا كنت ما اضحك. والله مو قصدي. اضحك. والله بطني ما اقدر بلاعي بطقن. سجل هاي النكته الثالثه. الثالثه. ابليسك على النكت هاي. نسجل النكته الثالثه. متت. واحد طلع تقاعد ما عرف يرجع. لا هذول خطيه يعني متقاعدين قوموا يلزمون السره وش اسمها ما تضحك. اضحك لك؟ والله ما تضحك. اضحك. والله ما تضحك. ابكي. ابكي اقوى. ابكي بدك تقنعني. الله يوفقك على فاضل ويعطيك على قد نيتك. امين. بهاته راح اشغلك حارس ليلي بهاي المنطقه. والله فضلك ما ينملي، فضلك ما ينجلي، فضلك ما ينطلي، فضلك ما ينسي بهاته، فضلك ما ينسي وركز وياي. اي واحد يسالك قل له انا بن خالص سمسم وعايش يمهم. انا اقول لهم اخوه بالوضاعه، اخوه بالشجاعه، اخوه بالصناعه. حاسبه اني ماوس لك اخوه بالرضاعه. بهاته لك هاي الدنيا يراد لها واحد حوك واخو خيته. باوع اي واحد يسالك على اي شيء قل له اعرف. قل له يلا مع السلامه. ظلت يمك البوفيه، ظلت يمك الصوفيه، ظلت يمك العافيه يا معود. الله وياك.
عماد انت صديقي وهي بنت عمي، يعني قابل اغشك؟ فكرة والله ادري، بس انت تعرف اهلي كل الزين. عمي هاي اصول، غير نعرف البنايه نسال عليها. يعني انت تتوقع هسه واحد يكسر قسمة بنية؟ بعدين هي السمعة مو بالمنطقة. قاعد وين؟ بالماسنجر. فكرة اهلي عندهم السمعة اهم من الشرف. يا باش طولتوها، ليش خلينا نحكي؟ الظاهر انت ما واثق بسمعة بنت عمك. شنو هالحكي هذا عماد؟ لا عاد خلينا نسال عليها بالمنطقه. يلا اسال هسه قابل. خلينا نشوف لنا واحد. ابو شباب الله يساعدك. نعم عمي. اخوي انت هنا من المنطقه؟ انا الحامس الحابس الحافز الحارس. كبنيه هنا بالمنطقه. أعرفها. لك ايش تعرفها؟ غير تفتهم تسمع اسمها؟ كلنا نعرفهم بالمنطقة. يابا ما دام كلهن تعرفهن، احنا جايين نسال على هدى بنت ابو احمد. هدى بنت ابو احمد، يعني اخوها خوش ولد. وهي؟ ابوها خوش انسان. وهي؟ شو تريد انت؟ يابا الظاهر الولد مثل ما تقول ما يريد يكسر قسمة البنية، لو يجوز هو اصلا مو من المنطقة. لا انا والله من المنطقة، وش تريد احكي لك على هدى احكي لك؟ ايش تحكي لي على هدى؟ تحكي لي لعد هدى ايش لعبة ما لعبة، احكي لي بالله. وهي خطية أول ما ارتبطت بهذا مصطفى حبيتك، عافها مرتضى وصلني، ليش؟ لأن إبراهيم أكيد قال راح أخطبك. وأكيد خطبها. لا هو اسمه إبراهيم أكيد ما خطبها. شوف أنا ما عندي مشكلة، هي مصادقة كل ذوله، بس ليش ما مصادقة واحد اسمه طبيعي؟ لا مو هي عافتها الحسن طبيعي، لأن نشر صورها بالفيسبوك انستغرام. انت متاكد من هذا الحكي؟ طبعا متاكد، قبل اصلع من فصي، اقلع من خشمي، اخلص من اطلع قلبك اي قبل اطلع من قلبي. اخوان انا هذا الحكي ما يدخل عقلي، يعني يجوز مسوي هاي السوالف من كانت مراهقه. يابا قابل الولد يكذب لو هو مو من المنطقه. لا والله من المنطقه، الا لكم على حسان فد شويه. هذا شنو راح يصادقها فد شويه؟ لا هذا حسان فد شويه، تخطه على الخيط يصير، تحطه على السيار يفير، تحطه على الجرح يمير يطيب. اي تحطه على الجرح يطيب. وبعد ما صادقت حسام فد شويه اكيد صادقت وسام فد 5 دقائق. فد لحظه. هذا هم صادقته؟ عمي لا صادقت فد لحظه ولا فد 5 دقائق، صادقت حبيب اسم الله. اي هذا مبين من اسمه خوش ولد. هذا اكثر واحد اذاها، هذا كان ياخذها للمزيقه، ياخذها للصليقه، ياخذها للفسيخ، للعديقه. سمعت عيني عماد؟ توقف اعطينا مجال. اذا البنيه هيك اخلاقها ليش ما صادقتها انت؟ عمان وانا وين اقدر انا من شغل البيت. لا عمي هذا دا يبالغ، هذا اكيد ما يعرفها. يعني شنو قصدك هذا الولد مو من المنطقه؟ لا عمي والله من المنطقه، والله من المنطقه، وانتم اذا تردون بنيه زينه لا تدورون هنا بالمنطقه. لك شو جاي ندور سياره؟ انت شنو يا اللي سألك هيك تجاوبه بسرعه؟ لا عمي لا، ليش؟ انا كلش خوش ولد، انا دائما نقول سوي خيط وذب الشير، سوي خير وذب الشير، سوي شير وذب بالشاط. والله صح. لك يا خير انت سقطتها للبنيه. لا ما اسمح لك بمنطقتي لا تندق بيها. هي عفي عاشت ايدك. يابا شو التحكي كله متناقض، بس لا تمو من المنطقه. عمي والله من المنطقه، والله من المنطقه، الا اقول لك منو صديقها الجديد؟ منو؟ حمود اجي وياكم. انت راح تجي ويانا بس راح تجي مسحول. عماد اعذرني. منو عماد اعذرني ما اعرفه؟ لا انا دا اعتذر من عنده، لان هذا صديقي وجاي يخطب بنت عمي اللي انت سقطتها، واني فكرة راح افلشك. والله والنعم منك راح افلشك. لا راح افلشك مو اسمي، هذا فعلي. فقرة كانت موجودة بالموسم اللي فات رجعناها بهذا الموسم همينا لأهميتها، وهي فقرة تواصل وياكم، يعني تخلينا نسمع آراءكم بالبرنامج واحنا نحترم كل هاي الآراء مهما كانت قاسية وصعبة. التعليقات راح نقرأ تعليقات اللي كانت من الحلقة الأولى الرابعة، اختارنا كم تعليق، ومثل ما قلت أنا جدا أحترم هاي التعليقات وأحبها وأريد أسمع دائما من عندكم تفاصيل. كثروا لي من فقرة علاء الإبراهيمي، مو زلاطه هي، بس سؤال هذا الابراهيم يطلع بالاستطلاع ليش من بس كم عاقبنا علاء الابراهيم عليك الله البس دشداشه من تسوي تقرير عليك الله حابين نشوفك فيها بس كون بيضة. شو لبسه دشداشه؟ يعني هو بالتيشيرت طالع مضحكه انما لبسه دشداشه. ليش علاء الابراهيمي ما يسوي استطلاع بالموصل وتحديدا بجنوب الموصل ناحيه القياره، بس بشرفك عود رقم الزقاق والمحله والدار على مود يعني تحياتنا لهنا بالموصل ندزها ان شاء الله. يعني بس خلي يصير مثلا يعني يصير يعني فرصه انه ندزها فد شهرين 3، لان انا كلش احب اشوفه قدام عيني، هدا ارتاح نفسيا. عود يعني ليش التعليقات كلها علاء الابراهيمي؟ الاستوديو، الاعداد، اخوان صعدوا التعليق علي ستايل الجديد يخبل وهو صاير حلو. رضيت عنكم بالاستوديو عافيه.
اعداد الاستوديو هذا التعليق. يعني احنا ما نحاول نكثر من عنده هوايه يعني هل يطلع عندكم. انا مو رجل ابحث عن مجد شخصي ابدا. اتحداك تقرا هاي الجمله: بغى لنمو نطرفن اغدي حد 7 يا اخو حنعب 7. قريته. اللهم يزيد فلوسكم. صادق شاكر العيساوي راح تطلع عينك بالتعليق، حتطلع. الله يزيد فلوسنا. النجم علي فاضل اشتاقينا لك، وضعفان بالمناسبة والنظارات لايقة عليك، حتى لو كاتبها غلط اقراها صح. كلش استمر وأحلى برنامج. واللي يريد يعرف شنو تفاصيل هذا الضعف ويانا دكتور محمد العقيدي مدير عيادة ريفورما. شلونك دكتور؟ أهلا وسهلا. قصة الضعف بدت لما راجعتك مرة، فقلت لي نسوي لك نحت، تعال لي بعد شهر، فرجعت لك زايد 20 كيلو وانت فرحت بوقتها وايد. كلش حبيتك بذيك اللحظة. اي فقلت لازم نسوي قص معدة أول شيء، بعدين نسوي نحت حتى أخلص من التنمر اللي أنا عايش فيه. يراجع ريفورما إنه هو يجي يعني يختار الحل. طبعا هذا الشيء كلش غلط. ليش؟ لأن أنت إذا تجي لازم تعرض المشكلة، الحل هو إحنا نلقى لك إياه. مو كل الناس ترهم لها عمليات نحت، مو كل الناس يرهم له مثل ما هو متخيل. يعني أنت تعرف كمية التنمر اللي أنا كنت أعاني من عندها، فهي مرات تدفعك يعني. ايش كانوا يقولوا لك؟ يعني هذا يعني يحكي عن السمن. أنت هسه من تقول إنه أنا تعرضت للتنمر، يقولوا لي سمنان. أكو ناس يعني جسمهم ما يقولوا لي سمنان امانه دكتور، سمين اصلا. انت كنت 117، نزولك كان لحد يعني قريب لي، انت طويل، يقولك 184. فمن توصل لل100 او ال100 وكسر يكون سهله انه تنزل 10 12 كيلو هيك شيء. من 145 تنزل، هذا الموضوع يكون صعب. فما كان عندنا خيار بسبب ظروفك انت، لازم نسوي قص معده. لازم نفرق انه احنا شفط الدهون هي مو عمليه تنزيل وزن. شفط الدهون هي عمليه ترتيب جسم، بناء انحناءات معينه بالجسم. عمليات تنزيل الوزن تختلف عن عمليات نحت الجسم. تنزيل الوزن اللي احنا راح ندخل بعمليات بالون، قص معده، تغيير مسار، هذني العمليات. هل انه طبعا السؤال الاخر، هل انه كل الناس اللي يسوون قص معده وتغيير مسار دائما يسالون ايش قد نسبه نجاحها، ايش قد نسبه فشل؟ طبعا هاي العمليات انه هي عمليات مساعده، يعني انه مو كل الناس اللي سووا قص معده نزلوا وحصلوا النتائج اللي ببالهم. هم لازم واحد يلتزم، لازم تلتزم وراها، بس انه هي الالتزام وياها يكون نزولك اسرع واسهل من ما انت لما ما ملتزم. صح. هي هاي مجرد انه هي تساعدك. حتى عمليات النحت، شنو الفائده انت حصلت جسم رياضي ما بعد العمليه وبعدين رجعت وما استمريت وما قدرت تحافظ عليه. هو لاعبين كمان الاجسام اللي يتمرنون ويحافظ على جسمه، اذا يرجع يخربط شهر شهرين راح يرجع اكو بجسمه اشياء تتخربط. هواي ناس يقول لك يعني انه مثلا انا ما اريد اشتغل عمليه بالعراق، اطلع بغير مكان. وانا تفاجات بزباينك لما تلاقينا، يعني شفت ناس عندك جاي من برا، يعني اكو ناس يجون برا العراق على مسوي عمليه. يعني ايش قد نسبه العمليات اللي عندك؟ يعني خلينا نحكي على فتره قبل هذا الحظر اللي صار قبل كورونا. بالضبط قبل الكورونا. كان نسبتهم تقريبا 70% من العمليات كانوا نسبتهم انه من الناس اللي عايشين برا. يعني انتم وجدتوا لمساعده الناس اللي اصلا عندهم مشاكل بتنظيم الوقت هم. هو باع هي العمليه انه تنطيك حافز انه انت ترجع انه يعني تهتم بجسمك، اكو شيء تحافظ عليه. بالضبط. اكو ناس يجون للعياده، فانا دائما اساله انه انت ليش تريد تسوي العمليه؟ نبات يقول لي انا اريد اتمرن، اريد انه اني احصل جسم رياضي، من اباع على جسمي بالمرايه ما يصير لي واهس، صار عنده احباط. فطبعا هي العمليه على مود تسوي لك واهس. يعني انت من تشوف من حتدخل عمليه وتحصل الجسم، فتقوم انت بيوم عندك يعني تجمعات مال شحوم، جسمك مخربط، وراها تقوم تلقى نفسك ناشف محصل جسم رياضي، من حتباع على روحك بالمرايه حتقول حرامات اضيع هذا الموضوع. فاكو ناس دائما يشيل هم، يقول لي انه انا راح ارجع اسمن ورا العمليه. هذا بيدك. بالضبط. اقول له بيدك، بس انا اعرف انه هو البيدك هو راح يبدي يستقتل على مود يحافظ. اكو ناس بحياتها ما شايفه الجيم، ورا هذا يبدي يتمرن وهيك شيء يعني وصل له واهس. بالضبط. فاني اكو ناس مثلا يجوني ورا سنه من العمليه، ورا سنتين، اني انصدم بي، يعني من يذكرني بالعمليه واباع صورته قبل العمليه انصدم بالتغيير اللي هو حصله جسمه. يعني تغيير احلى من ما اني طلعته اصلا، يعني احلى من ما انه احنا اشتغلنا له، واحلى من ما انه هو النتيجه اللي حصلها داخل المركز او داخل ريفورما. دكتور يعني يسالون الجوانب السلبيه بالموضوع، يعني السايد افكت، الاشياء، هل هاي العمليات فعلا بيها
مخاطره لما واحد يسويها؟ طبعا موضوع السايد افكت طبعا يعني انا حاجي اشرح لك ما بعد العمليه على مود الموضوع يكون يعني للمشاهدين هم اللي يباعون يكون الموضوع لهم قريب. احنا اذا نريد نحكي طبعا ورا العمليه لازم اكو احمرار وزراق وورم وهاي الشغلات، فاكو ناس يفسروها كسايد افكت، هي عادي هاي شغلات طبيعيه يعني الكدمات والهذا. الالتزام ما بعد العمليه هو كلش مهم. الناس دائما شغلهم الشاغل هل اكو الم بعد العمليه؟ طبعا هذا الموضوع يختلف بين مريض ومريض، بين جسم أو وجسم. بين جسم وجسم. اكو ناس تتحمل واكو ناس انه هو يعني ما يتحمل، يعني ما يتحمل يشوف نفسه بهاي الوضع، يعني ما يحب يشوف نفسه انه هو عايش جو المريض، فيعني يبدي الموضوع يكون نفسي اكثر مما هو بدني. واكو طبعا لازم انت بدنا نشتغل احنا عمليه وبدنا نشيل نسيج كامل من الجسم اللي هو النسيج الشحمي، فلازم انه اكو فد الام واكو مسكنات مال الام. انا اشكرك دكتور. اهلا وسهلا. اذا التزمت انا اتوقع راح تكون نتيجه زينه؟ والله اذا التزمت يعني هسه انت نزلت ايش قد من 145 هسه وزنك 112، يعني بعد لك هم تنزل بعد كم كيلو، بس يراد لك التزام اول شيء بجيم على مود تنمي عضلاتك، انت صغران مو شكرا دكتور. يعني اهلا وسهلا. روح الفاصل. تعال طشرت شايل سكينه لو مايك. علاء الابراهيمي نمبر 1 ولايه بطيخ. نمبر 1 علاء الابراهيمي. بس انت وحدك ليا تمرني بالحنيه ضمني حبيبي. علي فاضل قال لي ما اعطيك راتبك لان ما تلبس كمامه. اسمعوا يا اخواني يا عراقيين، انا رجال اشتغل راتبي اريده، مثل ما جاي اتعب اريد راتبي. طبعا اليوم نحكي عن الراتب وعلى كل المشاكل اللي تتعلق بهذا الموضوع. تعرفني؟ شنو رايك بالمشاكل اللي تصير بالعراق؟ راتب ماكو، بطاقه تموينيه ماكو. والله هو اللي طالب بشيء المفروض عنده شيء، يعني اذا شهاده او شيء اطالب بتعيين، واذا ماكو شيء لا نطالب بشيء اخر، والشيء اللي متفقين عليه لازم يصير شيء يعني من خلاله، وبعدين يجينا شيء او بشيء يعني الحمد لله. بالضبط حبيبي. ما ناكل شيء؟ ما ننام الليل تطلعون ب 11. اذا ما نشوف الاستطلاع الاخير ما ننام. الله يحفظك. نلتقي مع الخبير الدولي بالشؤون الماليه من عمان. انا جاي اشتغل تاكسي. تسالني على رواتب ليش؟ انتوا اكيد بعدكم ما متعينين، ابوكم يصرف عليكم. ايه زين ابوك ما مستلم راتب، انت ايش عندك يعني طالع بالشارع ومسبب له مصرف زايد؟ تم اسوي لقاء؟ كان حديثه كلش رائع وجميل، بس ضرب عندنا الصوت وما طلع اللقاء. عود وقعت الكاميرا من عندك محمد. من مدينه واسط الحبيبه، شنو معاناتكم بالصويره؟ والله معاناتنا هواي، ولا خدمات لا مجاري، والله الصويره منكوبه يدونا والله العظيم. شنو رايك بازمه السكن بالعراق؟ بس دام استلمت بيت. عندنا استلمنا. لعند روح عمي تلعش فيك تبكي كنت. تاخير الراتب اثر عليك؟ والله ما اعرف اقول لك. حبيب قلبي شكرا جزيلا، وطولنا وياك وتعبناك بالكلام. السلام عليكم. والله شلون صحتك؟ لك هذا منو؟ ما عرفتك، شو اخبارك؟ والله بخير. شلونك؟ اقول لك انت عندك راتب؟ لا ويا نعم تفضل وياك بدالة العلوية. شنو مشكلتكم بالاتصالات؟ المطار ما يساعد ماي دنبخه. اتمنى بالبطاقة التموينية ينطون باقي لو دهن. اتمنى بالبطاقة التموينية ينطوكم باجي يوزعون دولمة. كل واحد كله فلوس. كله فلوس. مدير زين الحمد لله. تتمنى اكو بالبطاقة التموينية ينطون مثلا بجايم؟ اقول لك يا الحصة بس عدس، انا مفكر اشتغل مجدي. بيناتنا بيها فلوس. انا راح اعوف الاعلام واروح. وانت يا تقاطع؟ اشتغل انا وياك. لا تقاطع. اشتغل بتقاطع المرور. انا تقاطع البدالة. نلتقي باقرب تقاطع. الله وياك. في مال لا قلب. كنتوا تدورون على شغل؟ قول والله. ها؟ انا ما عندي راتب اصلا. قول ابن ام دشني وراح، قلت له اوقف ايش بيك؟ قال لي احمد الله بهاي ما مثلت بيك. ماذا تطالب الحكومه العراقيه ورؤساء الوزراء كلهم قاعدين دا يشوفوك؟ تحب نسلم عليهم؟ وين الراتب؟ انتظر. اكو نقص بالراتب صار؟ لا الراتب الحمد لله كامل. وصلك حياة الراتب؟ كريمه والمعيشه جميله. بعدين قلت لك يشوفوك الوزراء؟ إيه لازم يسمعون صوتنا احنا الشباب. انت وين؟ بشقين؟ نعم. موجود. نعم. حبيب قلبي انا بالبندقيه. هل انت تطالب ان يخلون بالحصه التموينيه
وجايم طبعا. طالب الشعب العراقي واضحه انه يرجع الراتب مثل ما كان، والكمامه اذبها لان الناس ما جاي تعرفني، انا بدون كمامه الناس ما تعرفني، ضرب كمامه خلي همبل قصه خلي همبل. علي فاضل قصه علي فاضل ما يقدر يحكي هاي، واني كعلال ابراهيمي ما اخاف من اي احد. والنعم منك يا حبيب لو ردت باكر تشيل ما تصيرش، بس نقول احنا ولو كنت احشم كل عمامع للرحيل وما يهمني اللي اجوا والما اجوا. يا حبيب لو كنت انت زعلان كان زعلت على الهوى لو زعلاك، وما يمر بريتي وهذا المكان اللي قبل ما شماواك اشتماواك. من مدينة البندقية علال ابراهيمي ايطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أريد هدية لحبيباتي. أنت عندك اثنين، واحدة زواج واحدة تقضية وقت صح؟ ما عرفت هذا شو العلاقة بالهدية؟ تقضية وقت لازم تاخذ لها من هذا. عجبتني وخلي فوقها هاي. لا وهاي. كفو. والثانية مال الزواج. اخذ لها وردة بيضاء قلت رومانسية. مرحبا. عليكم السلام. ممكن تساعدني باختيار هدية لزوجي؟ هدية لزوجي؟ عندي رواية كلش حلوة. ليش يمه؟ لا إذا هيك سوار. ما أعرف هو يحب الإسوارات لا. شوفي هذا جوزي. لا هو عافية ما يحب الإسوارات. نزل لي هاي يا ولد، نزل لي هاي. تأمر. شخصية مريوش. طيب جيب لي كارت. اكتب لي عليها مريوش. بس لحظة وقف مريوش ماذا تجاوب؟ خلنا خابر اسو. وقف خلي تجاوب يا اخي. شخصيتي صار. اسو؟ لحظة يا حبيبي لحظة يا ولد، ايش بيك؟ براحتك استاذ. جيب لي 4 كارتات. يلا. خلي خبر رهون. اكتب اسو. اكتب لي عسولة رهومة ومريوش، اي وحدة بيهم تجاوب راح تصير الهدية من نصيبها. يلا يا ولد. بس استاذ اسمك؟ شلون لك؟ لا اسمك ذاك تبع الكارت. اكتب اسد. اسمك اسد؟ عندك اعتراض؟ لا بس على من اسد؟ تمريوش ما تجاوبك. اعطيني هاي 4 كارتات. تمام. واستاذ ذني فارغات مثل حضرتك تقدر انت تمليهن بكيفك. زين شو تقول اخذ لك قلاده؟ مو انا ما عندي قلاده. مو انا عاجبني قلاده هو لبس حرفي بس ما اعرف هو حيلبس قلاده لا بس اكيد يحب حرفي مو؟ بس ما اعرف شو اسوي. انا شغله على السلام عليكم. عليكم السلام. أريد وردة حمراء ودب أحمر وكارت أحمر. عيد ميلاد حبيبتك بعد أسبوع مو؟ فعلا. ودا تجهز لها لعيد ميلاد. صح. عزم صديقاتها. صح. وحسوي عيد ميلادها بكوفي. صح. ومن يجيبون الكيكة لازم يطفون الأضوية ويشغلون أغنيتها المفضلة. صح. أنت شو اسمك؟ هيثم. هيثم شنو؟ يعني ردت وردة حمراء وباكج أحمر وكارت أحمر. أكيد هيثم يوسف. تدري انتو سويتوا بينا؟ من وراكم صارت الهدية فرض. ها كاش يجيب باكر وهاي لعيونها وهاي اضعف قدامك وهاي قال هدية من ابو المكتبة. تاخذي لها هاي. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا حبيبي اخوي بس رايد هدية. هدية لمن؟ لأمي اي شيء. اي شيء لامك؟ اي شيء. الله جداري اللي فرح مع والديك خلصتني من امي. خلصتك من امك؟ اي. لك هاي لو حبيبتك مو تفتر بغداد مكتبة انا مترضيها. لا يا بس اسف الفشار ما سمعته. صرت بقناة فضائية بعد ما اقدر. مش اطلع برا ارنب. على اليمن ومشهد الاطباء. صار مليون. اختي هذا الكارت مال المحل وروحي للبيت ترتاحي انا اجيش للباب. السلام عليكم. هلا. اعطيني اي شيء. مثل ايش اي شيء يعني؟ عندنا قرطاسيه، عندنا اقلام. هديه يا معود. هديه لمن؟ الها.
من هي بالضبط؟ تعطيني لها، اعطيني. مو لازم اعرفها، اكو هديه للزوجه، اكو هديه للاخت. حبيبي اعطيني هديه وفضي. اوكي زين، بس ايش دعوه هالقضايج؟ يعني هي هديه. ايه محقق، ما تدري ما تعرف. حقك لا. اريد اشوف شلون راح تعايرني بعد. زين حباب قول لي الولد شو يحبون؟ وما اقدر يعني اقول لك شيء نحب. لا انا اعتبرني اختك حباب. يعني احنا نحب البنات. اخذي له بنيه. زين انا مين اجيب لها البنيه؟ لا بنيه حقيقيه، لحم ودهن وهاي، يعني تاخذيها وياك وتروحين تطبين عليها، كلش راح يفرح. هذا احترم نفسك، لا داني شنو؟ انا على مودك، مو تريدين تفرحي وهاي كيفك. بالختام عندنا موضوعين مهمات نريد نحكي بيهن. الاول هو عن مبادره توظيف، صار عليها جدل من اطلقتها الحكومه، يقول لك هم ليش؟ يقول احنا ما عندنا رواتب، ما نقدر نوزع الراتب، ممكن واحنا بدنا نحكي بهاي الحلقه اصلا الراتب توزع يكون او اللي قاله حل، لكن وين انتم ما عندكم راتب وين تطلقون مبادره توظيف؟ موضوع بي يعني سوى نوع من الجدل. لكن يعني مبادره توظيف خصوصا استماره ذوي المهن الصحيه كليه العلوم، اذا نروح لها فهي راح نلقاها اصعب من حياتنا، اصعب من حياه العاطل عن العمل نفسه، لانه يعني اكو فيديو توضيحي لطريقه التقديم 44 دقيقه، وخطير الولد من دا يحكي صوته مبح، اخوان خاف اغلط، لا عبالكم ترى ما اقدر اعيد. زين، والنوب يعني وزاره الصحه نفسها من منزله الخطوات تملي الاستماره، لازم تطفي فيروس الانتي فيروس وتنزل الفي بي ان وتنصب ويندوز 10 وتجيب موظف كفيل راتبه 1.5 مليون وتحلف لهم بالسهم واحد يحكي حكي زايد. عموما يعني بس سهل الموضوع كلش بسيط، يعني اذا هاي مبادره بهالصعوبه لعد له يعني انه لازم واجب على العاطل عن العمل يقدم شيء شو تسوون به. القضية الثانية هي رسالة جتني 7800 مرة من أصدقائنا. حبايبي مو هيك، يعني هي رسالة واحدة راح أقراها. ليش الواتساب مالتي صار عليه غزو يعني بهالطريقة؟ إنه ضيعت حتى الواتساب اللي أقراه مالتي، بس تستاهلون. أوكي ما عندي مشكلة. نحن مهندسي البصرة، جميع الاختصاصات الهندسية متظاهرين في موقع يعني ما أعرف يمكن الفضاء غلط، بس هي الزقورة كاتبيها. خرجنا للتظاهرات تحت لهيب الشمس من أجل إيصال صوتنا ومطالبنا المشروعة وحقنا في التعيين على نفط البصرة، ولا من مجيب. نناشدكم بصوت الحرية، بصوت الوطن، بصوت الكفاءات التي تدفن قبل أن تخرج للنور. نناشدكم من أجل تسليط الضوء على تظاهراتنا، وندعوكم لمقابلتنا نحن متظاهرين وإيصال صوتنا من خلال برنامجكم لتوضيح طلباتنا. شاكرين مسعاكم في نصرة المهندس البصري المظلوم. وماكو ناس انظلموا بالعراق أكثر من أهل البصرة، الخير كله بالبصرة، بس ما شايفين أهل البصرة هذا الخير. ختام برنامج نقول لكم في امان الله. ايه يا معود، اسف هسه جاي. انت مو تعرف ما اقدر اطلع الا ابوي ينام. يلا جيت لك باي. سلم نفسك ابن العزيز العار، وين عايفني ورايح؟ يابا اوقف، انت تسيبني تمدحني وبعدين ايش قعدك؟ مو عفتك نايم. وليدي انا حلمت حلم مو زين، حلم بغيض، جاثوم، رعب، اثاره، وتدور احداثه. يابا الله يخليك حلمك على نتفليكس، احكي فضني. شنو احلمت وليدي؟ كان اني نايم ودا اشوخر. اقعد يابا وكمل الحلم. وانت غافلتني وطلعت ويا جماعتك ورجعت تعطس عطسه، عطستين، 3 عطاطيس، 4 عطاطيس. كافي يابا الله يخليك، حتى الكنيس خلاص. كمل. ورجعت وعديت امك وعديت اختك وعديت اخوك وعديت ابوك وعديت بنت خالتك وعديت بنت عمتك وعديت الجيران وابو الاسواق وواحد مستطرق فات منهم عديته. يابا الله يخليك الحلم مالتك كله كومبارس. نروح نام روح. يابا تفسير الحلم شنو هو؟ تفسير الحلم معناته عقم. راح اعقم. وهذه الدبه تاخذها وياك. ليش شنو؟ اطفى بالطريق؟ لا، هذه الدبه مال التعقيم انا صنعتها بايدي، خليت لك 10 قصر بواحد مي. انجلطلت لحي الله لا حطمت. انتو منو؟ شبلك؟ احنا من الموسم الثالث. انت ايش مدرك ذاك اليوم جيت
بابا احنا جايين نساعدك. على راسي، تفضلوا. عقم يا ولد لا تلوحك النشله، عقم يا ولد لا تلوحك النشله، عقم يا ولد لا تلوحك النشله. اي صحيح عقم، بس مو انت مطي دبه هالكبرها، هذا بخاخ هالقدوته اسمه موست، بس يبخ كلش هواي. رغم سهل الحمل بس تختلف بخته، رغم سهل الحمل بس تختلف بخته. سمعت؟ اريد من هذا، ما تجيب لي من هذا صغير وينشال بالجيب. ينشل ويقح ينشل ويقح ينشل ويقح ينشل ويقح. ابني هسه أنا أريد من هذا المعقم البخاخ موست، وما أستعمل بعد هذا المعقم اللي بدي أصنعه أني، بس قل لي وين ألقاه؟ وين ألقاه؟ وين ألقاه؟ عالموقع ترى بس وصي يوصلك، عالموقع ترى بس وصي يوصلك، تطبيق الزقاق تخلى وصف لك، بغداد رماد دياله والحله، وين يابا؟ الموقع ترى بس وصي يوصلك، عالموقع ترى بس وصي يوصلك. هذا البرنامج برعاية فاير بول، أكبر كمية طاقة في العراق. حليب المدهش الأصلي بحلته الجديدة ونفس الطعم الرائع، ومن المزارع الخضراء الطبيعية. المدهش، حليب الأجيال. هذا البرنامج برعاية شركة نكتاليا الفرنسية لحليب الأطفال. هذا البرنامج برعاية شقق جنجان لايف في أربيل.